أهلا بكم في قناة صوت. ترامب عمل حفل استقبال استثنائي وحفل عشاء، كان جايب زوجته ميلانيا ملبسها لون علم السعودية، اللون الأخضر. بص الإخراج الجميل جدا. ميلانيا لولا الملامة كانت حطت الشهادة يعني، بس قال لها كفاية كده، السعودية لازم تغير العلم. السعودية لازم تغير العلم، يعني مش هيمشي العلم ده كده، يعني بينتهك يعني الفتيات بتستخدمه في حفلات الترفيه في السعودية وغير السعودية وبتاع، وميلانيا يعني عشان نسهلها على الناس. مش عارف حقيقة، انا مش ببالغ، العالم ده هيصمد لحد امتى؟ ربنا يستر العالم ما يتغيرش. مش عارف يعني باقي من عمره قد ايه، باقي من الزمن قد ايه. ربنا يستر ما يتغيرش زي ما كل حاجة في السعودية بتتغير. مش عارف هيكمل لحد امتى. المهم، ترامب عمل استقبال استثنائي كنا ألقينا عليه نظرة بالأمس، وعمل حفل عشاء على شرف ابن سلمان. شارك ابن سلمان في اختيار كل من فيه، وجاء بكريستيانو رونالدو، ما دخلش بإيده فاضية. خلينا نشوف بس حفل العشاء وبعدين أقول لك كريستيانو وصديقته أو مراته إيه اللي حصل. فابن سلمان ما جاش بايديه فاضيه. ابن ترامب بيحب كريستيانو اللي بيلعب في النصر السعودي بعقد خيالي، لا المقابل ولا الامتيازات ولا كميه الرز تتناسب مع اي عقد كره قدم اصلا في التاريخ. فما تعرفش ترامب اللي طلب منه ولا دي كانت فكره بتاع، مش هتفرق كتير عشان ابن ترامب بيحبه. ابن سلمان ما تاخرش، جابه هو جاي في الوفد اللي جاي معاه عشان ابن ترامب بيحبه. وترامب احتفل بحضور كريستيانو، والكل حقيقة كان في منتهى السعادة، واليوم حق والكل بقى بيتصور مع كريستيانو. ضربة معلم. There's so many other unbelievable dignitaries. I won't talk too much about you because we'll be here all night. This room is loaded up with the biggest leaders in the world, business, sports. You know, my son is a big fan of Ronaldo, wherever Ronaldo is here. Ronaldo. And Barron got to meet him, and I think he respects his father a little bit more now, just the fact that I introduced you. So I just want to thank you both for being here. Thank you very much. Really an honor. آخر حاجة ممكن ترد في خيالك أو أي خيال طبيعي أو شبه طبيعي، قال لك أنا مبهور من اللي عمله ابن سلمان في حقوق الإنسان. بلا شكر محدش يشكر. قال لك حقوق الإنسان، عمل حاجات رهيبة جدا. Extremely respected man in the Oval Office today, and a friend of mine for a long time, a very good friend of mine. And I'm very proud of the job he's done. What he's done is incredible in terms of human rights and everything else. And he's the Crown Prince, the future king, and I just want to pay my greatest respect to your father, King, who is an amazing man. I met him early on. He greeted me at the airport at an age that was pretty high up there, and it was about 117 degrees, and he was standing on the red carpet as I came out of the plane, and he's amazing. أمر لا يصدق. شفت ابن سلمان وهو بيستقبل الثناءات. عايزك تركز بقى ابن سلمان لما ترامب كال له الثناء بشكل كبير جدا. ففكرني بنفسي لما كانت امي تقعد مع صاحباتها وتقول لهم ده معتز الكبير وبتاع وكذا وفيه وما شاء الله، والواحد بقى يبقى ايه، انت عارف انت اللقطه دي لما تقعد تشكر امك فيك في وسط صاحباتها، بتبقى لقطه فظيعه جدا. تبقى يعني مش عارف تعمل ايه، فتلاقي تعمل زي ابن سلمان بالظبط. هنسالك تعمل زي ابن سلمان بالظبط. يلا ايام. المهم قال لك ساب كل حاجه حقوق الانسان. انا بتخيل ان ترامب وابن سلمان اول ما يتقفل عليهم الباب وبتاع يقوموا ضاحكين ضحكه زي ضحكه محمود عزيز في الكيف كده، لا ضحكنا عليهم الاثنين وهم بيكذبوا، بيبقى شكلهم فظيع، جبينهم بيبقى واضح. يعني ترامب وهو بيكذب
وهو بيكذب يعني في لقطه خاشقجي. انا اوريك اللقطه دي تاريخيه حقيقه، ابن سلمان اداها باقتدار شيطاني حقيقه اتدرب عليها. لازم تعرف ان ابن سلمان، او لازم تعترف ان ابن سلمان تطور مذهل، سواء في اللغه سواء في الحضور. طبعا بالنسبه للشم وكده هو ما بيعرفش يسيطر على نفسه الحركات دي، لان كميه فترات طويله جدا من الادمان والشم، فبيبقى الحاجات دي صعبه. لكن في الباقي هو تطور واتدرب وعمل، اشتغل على نفسه زي ما بيقول اللبنانيين، تلك حقيقه. لكن لما نوصل للقطه دي، فقال لك اكتر حاجه معجب بيها هو دور ابن سلمان في حقوق الانسان. اعتقل واعدم ناس كاتبه تويتات، ومشايخ ما عملوش حاجه. كل من عليه الرمق، كل من فيه خير، ولا نزكي الله احدا في السعوديه في اقبيه السجون. اللي بينتقد تركي آل الشيخ بيعتقلوا. بص حضرتك السعوديه يعني مستوى من الاجرام غير مسبوق. جثه جمال خاشقجي حللها. قال لك ابوه راجل كبير ملك سلمان، بس جالي وقف في الشمس عشان يستقبلني، كان واقف على السجاده الحمراء. ده اللي عجبك؟ قال لك ايوه ابوه العجوز اللي استقبلك، وحول انسان. لف ويرجع يقول لك حول انسان، اللي هو اكبر بطحه في راس ابن سلمان، زي ما هي اكبر بطحه في راس كل الدكتاتوريين اللي في المنطقه. فقال لك ابوه ده كان راجل كبير، ولما بعت لي ابنه قلت له ابنك ده كويس وهيبقى واد كويس. And when I met his brilliant son, it was at the Oval Office. Shortly thereafter, you came in representing the country, and I called the father. I said, "This guy is fantastic." And I don't know if that helped you or hurt you, but obviously it couldn't have hurt too much because here you are. يعني شفت الضحكه دي بتاعت ابن سلمان؟ مهما اتدرب برضو الشخصيه الحقيقيه بتبان، اللي هي الشخصيه البلهاء دايما باينه. المره الاولى اللي كان بيتكلم عليها دي ترامب، لما قال ابوه بعتهولي، الراجل الكبير على الملك سلمان لما بعتهولي، كان اللي ماسك فيها اللوحه المره اللي يقصدها ترامب. فاكر قلت لك برضو ساعتها لا تركز في ترامب، انا بذكركم عشان في جمهور ممكن يكون انضم لينا حديثا. المره الاولى لما قعد يعد ال 400 مليون اللي السعوديه، 400 مليار السعوديه، او 450 لو الذاكره ما خانتنيش يعني. They understand that some of the things that have been approved and are currently under construction and will be delivered to Saudi Arabia very soon, and that's for their protection. But if you look in terms of dollars, $3 billion, $533 million, $525 million, that's peanuts for you. Should have increased it. $880 million, $645 million, $6 billion, that's for frigates. 889 million, 63 million, and that's for various artillery. المهم ابن سلمان ما جاش بايده فاضيه. Thank you, because you've agreed to invest $600 billion into the United States, and because he's my friend, he might make it $1 trillion, but I'm going to have to work on him. But it's 600. We can count on 600 billion, but that number could go up a little bit higher. Yes, sir. I don't know. We'll see. But we appreciate it very much. So Saudi is going to be investing at least $600 billion, and that means investments in plants, in companies, money on Wall Street, and what it really means for everybody that really counts is jobs. A lot of jobs. We have a lot of jobs. قال لك لانه صاحبي بقى فهتلاقيه ان شاء الله عشمانين فيك يا ابو حنان. قال له في ايه بس انت تؤمر 200 جنيه الاول الشهر. يعني دي اللقطه، بس طبعا مع اختلاف المستوى. 200 جنيه الاول الشهر وانا هجيبهم لك مش هاخرهم عليك. فقال له 400 مليار، تريليون، على دون من 600. فرق بسيط ان شاء الله. ما حد حوش 400 مليار يا ابن مليكه، الذبحتين صدريتين بالامس الحقوق في اخر ثانيه. ابن مليكه today and tomorrow we're going to announce that we are going to increase that $600 billion to almost $1 trillion of investment, real investment and real opportunity by details in many areas. And the agreement that we are signing today in many areas in technology, in AI, in earth materials, magnet, etc.
that will create a lot of investment opportunities. So you are doing that now. You're saying to me now that the 600 billion will be 1 trillion. Definitely, because what we are signing to facilitate that, and I like that better. No, that's great. I appreciate that. That's great. We're doing numbers that nobody's ever done. And احنا بنعمل ريكورد، احنا بنكتب التاريخ يا سمعة، احنا بنكتب التاريخ يا ابن سلمان، بنكتب التاريخ. قال له احنا بنعمل ارقام ما حدش عملها قبل كده. شوف التطور الكبير جدا في اداء ابن سلمان، هذا شيء حقيقي. بيتدرب على كل الاجابات. يعني مشهد خاشقجي كان ماستر سين، يوريك قد ايه تدرب. انت شفت انت لما بقول لك على الشرع ان الاتراك دربوه، دي ما كانتش معلومه، عشان ما تفكرش يعني انا عارف المعلومه. لو معلومه هقول لك معلومه، ده تحليل وبزعم انه دقيق بشكل كبير جدا. انه الشرع اتدرب تدريب كبير جدا عشان لم يسقط في سؤال واحد. لم يسقط الشرع منذ ظهوره، داخلين على سنه اهو، في سؤال واحد. استخدمت معه كل الألاعيب والحيل. ده يعني ايه؟ انه تعرض لتدريب قاسي وتكرار وكده. لكن مع هذا التدريب الواضح جدا والتقدم في اداء ابن سلمان، سواء على مستوى الحضور او مستوى اللغه او مستوى لغه الجسد، لكن تبقى الاساسيات موجوده. اساسيات اللي ايه؟ انه بيبذل مجهود كبير جدا للسيطره، ليظهر في الجلسه كانه شخص طبيعي لا يعاني من مشاكل فتاكه. $1 trillion, okay? Yes, I'm glad you got that out. I didn't want to be the one to tell him, but that's great news. we keep increasing, Mr. President. I know. Each time the opportunities are just increasing more and more. Well, the opportunities, we're doing better. If even if you look back 6 months ago, I mean, now all of a sudden you feel even better. هذا التعامل الاستثنائي مش بس مش زعيم عربي ولا حاجه، يعني من اندر التعاملات اللي حصلت مع ترامب. مع ترامب اللي بيهين الكل. بقول لك زيلينسكي كان ناقص يقلع الجزمه ويضربوا بيها. الزمالة الاوروبيين شربوا الشاي من غير جاتوه، ما خدوش بسكوت حتى. الشاهد ان فيها كان اجواء من الحب والعشق والهيام. قلت لك ترامب غير الاستراتيجيه. عموما هو غير الاستراتيجيه مع العرب. انا قلت لك كانت لحظه فاصله، لحظه لما الملك عبد الله روح وهو تبول على روحه في لقاء ترامب. ولكن وسط كل تلك الاجواء الجميله والحلب في الموسيقى الذي ترافقه الموسيقى وكده، دخلت مراسله صحفيه من ABC ازعجت ترامب جامد وخلته يتعصب، وسالت سؤال كان سؤالا حقيقه عميقا ومفاجئا وشرسا. Is it appropriate, Mr. President, for your family to be doing business in Saudi Arabia while you're president? Is that a conflict of interest? And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Who are you with? Why should Americans trust Who are you with? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the But the worst. question is One of the worst sir. in the business. But I'll answer your question. So why not just sign it now? I think the Why not just license do it now? should be taken away from ABC because your news is so fake and it's so wrong. And we have a great commissioner, chairman, who should look at that, because I think when you come in and when you're 97% negative to Trump and then Trump wins the election in a landslide, that means obviously your news is not credible and you're not credible as a reporter. So I've answered your question. You should go and look at the Democrats who received money from Epstein. قاعد مستمخ بقى ومستكنيس ابن سلمان. الخناقه بقى داخليه، انتوا عايشوا مع بعض، انت مشاكلك الداخليه دي حلها معاه. فقال ترامب، عارف انت لما تقول لابنك انا مش هتاكل تمشي مع ولاد وحشين، ازاي ماشي مع عاصم ده ولا مصطفى ده؟ فيقول لك بابا والله العظيم انا عرفته بالنادي، كنا بنلعب مع بعض في النادي. اهو ترامب استخدم نفس الحيله بيستخدمها اي عيل لما ابوه يزنقه يقول له ان ولد بيشرب سجاير ولا بتاع كده وابنه ماشي معاه، يقول له والله يا بابا انا في النادي، انا كنت فاكر احنا بنلعب مع بعض في النادي. لا كنت بلعب معاه في النادي، ورئيس جامعه ايه راح وجايز بتاع انتوا مش فاكرين بتاع. بصي انا اقول لك حاجه، احنا قالت له طب حضرتك ليه ما بتمضيش لما انت بريء؟ قال لا انا وحيد ما نزلتوش وانا اللي ما عملتش. قالت له بما انك بريء كده ما بتمضيش ليه على الخروج المستندات كلها والايميلات كلها؟ قال لها بص انتوا لازم تتقفل القناه دي لما تعملوا بتاع، انتوا ABC انتوا اداره زباله.
وبعدين انتوا لما تيجوا 97% من اخباركم على ترامب، وبعدين ترامب يفوز باكتساح، انتوا لازم تتقفلوا. فرش لها الملايه. انا هقفل لكم القناه. جيفري إبستين ضاغط على اعصاب ترامب بشكل غير طبيعي، لانه عامل زي الثقب الاسود. That creep the fund guy was with him all the time. What's his name? Reid Hoffman. I don't know Reid Hoffman, but I know he spends a lot of money on the radical left. Reid Hoffman, in my opinion, should be under investigation. He's a sleazebag. And those are the people, but they don't get any press, they don't get any news, and you're not after the radical left because you're a radical left network. But I think the way you ask a question with the anger and the meanness is terrible. You got to go back and learn how to be a reporter. No more questions from you. Who else has a question? رجعوا اتعلموا ازاي طبعا تكوني مراسله، انت ما تنفعي وانتوا قناه زباله. لا تنسوا دعم قناة صوت بالاشتراك والإعجاب والتعليق، ولا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات